السلام عليكم. تعالي نعمل بقى أكلة كده في نص ساعة تحفة. سهلة وبسيطة وكلنا أكيد عارفينها، بس بقى إيه بنفكركم بيها. هنعمل بقى كفتة الرز الروعة دي. بكل تكاتها. يلا بينا، بس إيه تابعوا الفيديو للآخر عشان نشوف هنعملها ازاي. معايا كوباية من الرز، كوباية كده من كوباية المية دي الكبيرة. كوباية رز مطحون بعد ما طحنته كده كوباية كاملة. تمام. معايا بصلتين كبار. على النص كيلو بحط بصلة واحدة، فأنا هحط هنا بصلتين. أنا عاملة كيلو إلا ربع فهحط بصلتين عادي. تمام. يبقى الكيلو أصلا هياخد بصلتين. معايا ربطة من الكزبرة الخضراء، هحط كزبرة خضراء بس. تمام. عايزة تحطي بقدونس ممكن تحطي حاجة بسيطة، ما تحطيش كتير عشان بس العجينة ما تسمرش معاكي. هنحط ملح وفلفل اسود وكمون وكزبرة جافة، بس كده. وكمان ممكن بابريكا. تمام. يبقى كل البهارات اللي عندي ملح وفلفل اسود وكمون وبابريكا. عايزه بقى تضيفي بهارات لحمه، تمام. مش عايزه تضيفي براحتك، فبس انا بحبش ازود البهارات. هنطحنها كويس في الكبه. بقى حطيت ده الاول في الكبه، وبعدين بقى طحنتها كويس جدا، وكده نزلت باللحمه. بعد ما اللحمه برضو اتطحنت نزلت بالرز، وبعدين عليها ربع معلقه من النعناع الجاف او الفريش زي ما انت عايزه. وهنا ضفت البابريكا زي ما انتم شايفين كده. وحاضر جنبي كده بوله فيها زيت، شويه من الزيت. ادهن ايدي زيت وابتدي اصبع الكفته، سواء بقى كبيره صغيره دواير زي ما انت عايزه. شايفه يعني. وانت بقى بتعملي الكفته زي كده بتبقي معلقه، يعني بتبقي حاطه الزيت بحيث ان انت اللي تصبعيها تحمريه على طول. هتخلصي الوصفه دي في نص ساعه. تمام. زي ما انت شايفه كده. لو انت بقى مصبعه مدور فحطي المدور كله مع بعض. لو مصبعه يعني طولي زي ما انا هعمله كده، برضو حطيه كله سوا عشان يبقى ياخد كله سوا واحد. بالنسبه للتسويه انا عايزاكي هنا تحمريها زياده عن اللي انا طلعتها دلوقتي. لا شوفيها معايا. تحمريها زياده كمان. ليه؟ كل ما بتحمريها زياده كل ما تبقى ضامنه ان هي مستويه كويس جدا من جوه. تمام. يبقى انا عايزاكي كمان درجه اغمق من دي. يبقى دي بالنسبه للتسويه. يبقى احنا حطينا في البدايه كزبره خضراء، حطينا كمون، كزبره جافه، حطينا ملح وفلفل اسود بس، وبابريكا. في الاخر بعد ما حطيت الرز حطيت ربع معلقه صغيره من النعناع الجاف. اللي بيعملها زي كده يقول لي، يا ريت يقولي في الكومنتات. فعلا قولوا لي النعناع فعلا بيفرق ولا لا. فعلا بجد بيبقى الطعم تحفه، سواء جاف او اخضر. زي ما احنا شايفين كده. انا قلت لكم ايه هنطلعها كمان درجه اغمق من كده. وبعدين الطولي بقى برضو هينزل كله مع بعضه عشان كله ياخد سوا واحد. ده بالنسبه للتسويه. وانتي كمان بتحضري الكفته كده بتبقي معلقه كمان، يعني وخلاص عملتي الطاسه التانية بتبتدي بقى تعملي في الرز بتاعك. في نص ساعه هتكوني خلصتي وجبتك، ويعني وفرتي وقفه كبيره كتيره جدا في المطبخ. يبقى دي من ضمن الوصفات السهله والسريعه اللي تعمليها في نص ساعه، ما تاخدش معاكي وقت. لو انتي كنتي مستعجله جايه من شغلك مش عارفه حيرانه تعملي ايه، من الحاجات اللي يا ريت تفكري فيها. وكمان اكله كمان جميله جدا يعني. طيب هنا دلوقتي انا هبتدي اعمل الصلصه. الصلصه عباره عن ايه؟ بصلايه مفرومه، ملح وفلفل اسود، كزبره جافه، وشويه من الكمون، بس كده. على الصلصه عايزه تحطي بابريكا حطي، مش عايزه تحطي ده اختياري براحتك جدا. طيب انا هنا عشان عامله كيلو الا ربع من الطماطم، كيلو ربع الا ربع من اللحمه. انا هحط كيلو الا ربع من الطماطم. تمام. طبعا انا عندي هنا مفرزه الطماطم. طبعا شفتوا كمان الحاجات دي بقى بتوفر اكتر واكتر، يعني هتبقى فيها اقل كمان. دي مفرزاها فحطيتها بقى. لسه بقى مش لسه هقطع الطماطم واحطها في الخلاط عشان اضربها. من كده الصلصه تبتدي بقى تتقل معايا، وهي تاخد غلوتين لانها اصلا هي يعني متسبكه من قبل كده، فمش محتاجه ان هي تقعد كتير على النار. ده بالنسبه للطماطم المتفرزه. لو عامله طماطم فريش طبعا بتسيبيها لما تتسبك كويس، وبعد كده تحطي لها كوبايه من الميه كده تخليها ميه زي كده شويه، وبعدين تاخد غلوه، وكده تنزلي بالكفته بتاعتك المتحمره. تمام. شايفين الكفته اهو انا عاملاها بصباعي كانت سخنه جدا فتحت ازاي. مسويه جدا وجميله جدا. تعملي جنبها بقى رز ابيض، رز بشعريه، رز واحده حبه 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 وحبه. بتبقى وجبه خطيره. شايفين بقى العناب اللي عاملينه مع بعض برضو في التفريزات تحفه. يا ريت تشوفوا الحلقه بتاعه العناب، هسيبها لكم في صندوق الوصف تحت.
وكمان الترش السريع او المخلل السريع. مع السلامة.